كل سنه وانتم طيبين. حلقه عيد الاضحى طلبنا 3 اماكن، واحد فيهم الترند طول الوقت، واحد فيهم من اقدمهم، والاخير توب ريتد على طلبات. توقعوا كده في الكومنتس في الثلاثه مين الترندي ومين التوب ريتد في طلبات ومين اقدمهم، وقولوا لنا مين اللي هيكسب معانا النهارده. انزلوا دلوقتي قولوا لنا. يلا نخش في الفيديو. مش عارف مش انت ايه الكراست نفسه من بره مش محمس قوي، بس كله هيبان في التيست يعني. محكمة، اهلا بيكم في الفود كورت. نبتدي بالبيج باص. انت ليه اتكلمت كده؟ حاجه تاني. لا خلاص. قصر الكبابجي اغلى واحد معانا، ايه ده؟ اغلى واحد معانا ب 642 وجي في 80 دقيقة. الدليفري 120 جنيه جميع انحاء العالم غالبا. يعني 20 جنيه دي عيش بمليون جنيه عيش. وثلاث اكياس باكج معلقه وشوكه وسكينه وخله انا عاجبني نوع منهم جولد عامه. اما اصلا 20 دليفري يعني. مش عارف هم قاصدين ان هم 3 افراد ولا لا، بس مبدئيا الموزه حجمها كبير قوي، والفته هو عامل فرشه رز وحاطط عليها الموزه وطبق الفته. هي البورشن بتاعها يكفي 2 غالبا، فاهم؟ ممكن يكون السعر منطقي شويه ليها. تعالوا بقى ندوق الطعم عشان هي شكلها جامد مغري. انا ايه خش بايدينا كده ايه لحمه اقطف يا ولدي. لا طريه طريه. لا شكلها فعلا. يعني حابب ندوق الاول اللحمه. مش دوقش بالفته؟ إيه؟ طب ماشي، هندوق ندوق اللحمه الفتة. لوحدها. لا دي التتبيله واصله لحد، فاهم؟ وفي لحمه انا بستغرب اللحمه بتخش دايما التتبيله ليها، لان هي في الاول وفي الاخر بتتسوى كقطعه، بس حلوه قوي. اقول حاجه ملاحظه قوي، مفيش اي زفاره. طب ليه؟ انا حاسس ان هي فريش، يعني عارف كده اما تاكل تحسها لسه مذبوحه. والله العظيم باظت، تحسها مذبوحه وعملتها على طول. اللحمه اول ما تتذبح على الاول زي يوم العيد لما بتذبحها وتروح حاططها ومسويها واكلها، طعمها حلو قوي قوي. انا عايز اقول الفته نفسها واخده حرش اكتر بالموزه اللي عليها يعني. حاسس بس ان هو مزيت قوي، صح؟ يعني هو مش مدهن. هو مش مدهن خالص. صلصه عجباني، بس الصلصه تحسها واخده طابع البلدي قوي، صلصه الكشري دي. التتبيله نفسها بتاعت اللحمه لايقه معاها، خدت مع خدت منها في الصلصه بالظبط. والعيش مش باين وتغري قوي مع القطمه. لا حلو قوي، والتوم فيها مش تقيل. هو انا تعليق الوحيد انا بحب العيش يكون مقرمش شويه، بس يعني دي مش هل دي هتاثر معايا يعني؟ لا مش مأثره معايا. انا كنت فاكر ان قصر الكبابجي بس شكلها هيبقى اوفر ريتد زي ما قلنا، فاكر؟ قلت ترند بقى وخلاص. قلت ان هو هيبقى اوفر ريتد وبتاع. لا بصراحه دي حلوه. متحمس للي بعد كده عامه. ده على الاكسبكتيشنز قوي. خش على بقى. ابو شقره 45 دقيقه وكان ب 465. اكتبوا لنا بقى ده برضو انهي في الثلاثه، الترندي ولا الاقدم ولا التوب ريتد على طلبات. عيش شامي بيجي معاه، مش احسن حاجه بالنسبه لي في الفته. الفته هنا يا جماعه بتيجي لوحدها والموزه بتيجي لوحدها، معاها بطاطس ومعاها كفر واحد، صح؟ طب عايز والصلصه عليها، نسيت اقول في قصر الكبابجي ان الصلصه عليها على طول، وهنا غالبا الصلصه عليها على طول. بس هنا اللحمه زي ما انتم شايفين واخده مرسومه. لا واخده عارف لما بتدهن اللحمه كده، جليز كده لذيذه شكلها. هي بينتد. لا شوجري سن. والريحه تحفه. في بطاطس بتيجي جنب اللحمه كده، بس دي متقطعه من عندهم، مش فورم فريتس، مش كده؟ ومش حلوه. ايه ده؟ مش مهم. مش موضوعنا. هنجرب الفته الاول المره دي كده. دي بيتي قوي، مش قوي يعني. هل حاسس بفرق كبير؟ انا حاسس انها قريبه. لا حاسس الثانيه حرشه اكتر. الثانيه حرشه بالظبط. انا دي اللي متعود عليها، بس الثانيه تعجبني اكتر. دي بيتي بتاعت ماما كده في البيت، قاهريه شويه. على اساس ان انا من الصعيد. انا ابويا من الشرقيه وامي من بورسعيد، فانا انا اتولدت دي مش تركي يعني. بورسعيد. نخش على الموزه المهم اللي معانا. هل تاني كده احتراما كده يا جماعه، احنا بناخد بايدينا احتراما للعظمه اللي قدام. يعني حلو، بس مش متبله زي اللي فاتت كده بالظبط. حرشه. بس هي حلوه يعني، هي طريه يا جماعه. الاحلى حته اللحمه اللي جنب العظم والدهن، فيمكن ده اللي فارق شويه في الطعم. جيم ايه دي تمرينه تحسينيه. بتاعت قصر الكبابجي برضو تتبيله جديده فحلوه. فرقت معايا يعني. انا تتبيله قصر الكبابجي فرقت معايا. ابو شقره بيزك اكله بيتي قوي دي اللي في بيتك. على حسب برضو يعني، ما هو لو بيت ما بيعملش حاجات حرشه هيطلع حاجه زي هتعجبه. هي حلوه مصريه اصيله، انت عارفها يعني. مش مزود التاتش بتاعه زي قصر الكبابجي من الاخر. خلي بالكوا احنا جايبين كله برضو لحمه ضاني، فالدهن كتير، واللي بيحب الدهن هيحب اكتر في وجهه نظري اللي متبله دي. نخش على اخر واحد معانا، وهو
الدهان 523 جنيه و70 دقيقه. خلينا نشوف الدهان ويلا بينا. اكتبوا لنا برضو يعني واحد في الثلاثه. فاحنا هنا بنتكلم الموزه، يعني انتوا شفتوها من غير اي حاجه، هتلاقوها كده من غير اي صلصه من غير اي حاجه، شكلها في الفرن معروفه كده بتاعه البيت برضو قوي اللي بيعملها في الفرن يعني، ونفس ستايل الرز الابيض وريحه الفرن قوي فيها يعني جدا. الفحم، ريحه الفحم فيها. هتفتح الطماطم دي ولا مش فارقه؟ بحبها جدا على فكره. هل تتفقوا معايا ان احلى مخلل هو الطماطم المخلله؟ ده ترش عادي. هل البتنجان مخلل ولا بتنجان مخلل؟ بتنجان مخلل يعني برنجان كده. انا لوحدي يعني في الدنيا دي. الله على الطرطشه اللي جات على المفرش، كله روش. المنظر يا جماعه مغري قوي 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 قوي. حابب اقول لكم الصلصه ريحتها عظيمه، تحفه. خلطه عظيم الصلصه الصراحه تحفه. بصوا يا جماعه بصراحه انا بحب الدهن اللي حوالين اللحمه ده، ما بيضايقنيش. اوكي. فطعمه بيبقى حلو قوي لما بيبقى محروق كده. دوق. دي بيتي قوي. كعاده الدهان ما بيحطش تتبيلات كتير عموما. الحته ما فيهاش تسويه من جوه، تحسوها اتسلقت وبعد كده اتحطت في الفرن. بس طعمها في ناس بتعمله كده كتير، لان الناس معظم الفران اللي في البيت معظمها كده. هل الستايل ده احلى من الستايلين اللي فاتوا؟ مش حامل ليه. زي ما متعود عليه. انا عايز ادوق حاجه جديده. اكزاكتلي. دوق الفته. عشان انا متحمس قوي للصلصه. واو. الصلصه عظيمه بصراحه. كنت شاكك ان الصلصه وهي بره كده يعني مش هتبقى انجح حاجه. بالعكس انت قلت حلو. فتحناها ريحتها. اول ما فتحناها ريحتها بانت ان هي احلى فتة. العيش بتاعها حلو. مش طري قوي. هو ده بقى. ده اللي انت عايزه. لا انا بحبه برضو حلو. العيش بتاعها حلو قوي. خد بقى المخللاتي حاجاتي. يا عم جايبه شاندي مش فارق لي ده. حرق قوي. طيب احنا كده هنلم احسن فته واحسن موزه. يلا بينا. احنا في الفود كورت غالبا مش هنروح فود كورت قوي لان هم 3. فهتبقى حلقه كده مميزه للعيد وبسيطه وصغيره نتفرج عليها ونقوم نذبح كده وناكل. اللي كسب معانا في الفته الدهان باكتساح. صلصه تحفه. حياتي قوي للدهان. صلصه تحفه. العيش مظبوط. الرز عظيم. ما كنتش مقتنع ان هو هيظبط الفته. يعني توقعت ده الفته الحلوه بس 3 حلوين على فكره. 3 حلوين في الموزه وفي كل حاجه. يمكن اللي هيفرق لنا البرايسنج يعني الفته بتاعت الدهان ارخص واحده وطعمها احلى واحده كفته. ابو شقره ارخص. بس ايه ابعد منها ب 25 او 30 جنيه. خلي بالكم الدهان البورشن تكفي كذا، فانتوا برضو الاسعار هنا مش هقدر اقيم قوي لان انتوا شفتوا البورشنز مختلفه ازاي. الموزه وهي المهمه معانا في الحلقه. واللي كسب برضو بفارق برضو شويه حلوين عن اللي حواليه بصراحه. فرق محترم بصراحه. حتى لو البرايسنج بتاعه عالي اكيد عرفتوه. قصر الكبابي. فهو باين هو ليه ترند برضه. وانا معلش انا برضو الاثنين اتخدعت فيهم. انا الدهان انا كنت فاكر انه هيبقى اقل واحد فيهم في الفته، والقصر الكبابجي كنت فاكر انه ترندي قوي واوفر ريتد. لا بصراحه طعمه حلو قوي. هو فاجئني يعني. طعمه حلو قوي. كان فعلا حلو قوي. ككوب اوبراس هو سعره اغلى. هو غالي. والدليفري غالي قوي. بس لو هتقعد هناك غالي برضه. مش هنغير كلامنا. انا قعدت اتخيطت قعدت هناك. لوحدي ولا اوفر؟ دلوقتي كام؟ 800. احنا كنا الحساب كنا 4 اشخاص كلنا وحسابنا 3000 وحاجه. بس كل سنه وانتم طيبين. لو انتوا حابين تشوفوا حلقات تانية من فود كورت هتلاقوا فيديو هنا الحواوشي وهتلاقوا فيديو هنا بتاع الايجين فود نودلز. قولوا لنا بقى عايزين ايه الحلقات اللي جايه بعد العيد. و كل سنه وانتم طيبين. سلام.